كذا مرة واحنا بنتكلم عن سوق العقارات في الفيديوهات بتاعتنا اتكلمنا على ضرورة وجود جهة رقابية تنظم العلاقة في سوق العقارات ما بين المشتري والوسيط والمطور، واتنبح صوتنا نقول يا جماعة الدنيا كده مهرجلة. في خبر متداول ان في جهة رقابية هتنظمها الدولة هتقوم بتنظيم العلاقة ما بين المطور والوسيط والعميل، ودي هتنظم سوق العقارات في مصر. هتكون جهة رقابية حقيقية على المطور، وهتحط المطورين في كاتيجوريز A و B و C وهكذا، وهتدي للمطورين مساحة ان هم يبدأوا انشاءات، وهتراقب على المطورين بمجرد ما يعلنوا طرح المشروع لحد ما يسلموه. وده خبر عظيم جدا. كمان في احتمال يكون في اسكرو اكاونت زي بتاع دبي، اللي هو حساب الضمان اللي هيكون تحت رقابة الدولة ما بين المطور والعميل، وهيكون كل فلوس بيحطها العميل وبتروح للمطور مرتبطة بنسب انشائية موجودة على ارض الواقع في المشروع. عشان كده الجهة دي لو قدرت فعلا تسيطر على سوق العقارات في مصر، اعتقد الامور هتختلف تماما، وهيكون واضح كل شيء، وهنكون سوق عقارات امن واقوى مما نحن عليه.